فلذلك أنت عاجز عن شكر الله على الأمرين: على النعمة التي أكلتها واستقوى جسمك بها، يستقوي على طاعة الله وعلى مصالح المعاش والمعاد. والثاني تسهيل الخروج، خروج الخارج. قال بعض الفقهاء عند هذا، وهذا اللي نبهت قبل عليه، أنه يقول يعني في نفسه: الحمد لله، تكميلا بعد ما يقول غفرانك، يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج عني أو أذهب عني أذاه. يا أخوان، عندنا وقت لاستحضار هالمعاني اللطيفة ذي؟ ما عندنا وقت، لأن ما تعودنا ولا رأينا. مع الأسف ما رأينا آباءنا إلا ما رحم الله، ولا أحد نقتدي به يعتني بهذه اللطائف. منين لنا؟ مساكين حنا، وهذا يدل على أننا مساكين فعلا. أين الأسوة؟ أين القدوة؟ لا الأب ولا الأم ولا أحد ما يشعرون بقيمة النعمة، قيمة العافية، قيمة الرزق، قيمة لذة الأكل، قيمة الانتفاع وقوة الأكل، قيمة تسهيل خروج هذا البلاء من الجسم. وسبق أني أشرت على نعمة يحتقرها بعض الناس وكأنه يعرض بلوم الله جل وعلا. إذا جاوز 50 أو 60 وبدأ الخلل في جسمه، بدأ يتشكى: أنا كذا، أنا كذا. سبحان الله، كم استعملت هالجسم 50 سنة. قلت مثل إنكم والله إن ابن آدم النعمة اللي أعطاه الله إياه والقوة في الجسد أقوى من الحديد الصلب. السيارة تعجز وهي من حديد ب10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، وانت جاوزت 50، فكيف بلغت 60؟ طيب هذا الجسم اللي تستعمله اليوم، كل يوم تستعمله وتضغط عليه في الأكل وفي الشرب وفي الكسل في النوم وفي قلة الحركة، يجلسون أمام الأجهزة طق 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 على لا شيء، يكتب بالجوال رسائل هزء وضحك ونكته وكذا وكذا ومفيد وغير مفيد وشيء يناسب للشرع وهو ما يدري هل هو حق ولا لا، ويراسل 24 ساعة ولا يصبر على المصحف 5 دقائق. ولكن تضغط هالجسم المسكين ذا، تضغطه كل يوم، تحمله تشحنه من الأكل ومن الشرب، ويكثر الدم ويثقل الوزن ويثقل سير الدم حتى يتجلط الدم في الجسم. تحتاج بعض الناس يحتاج إلى مسيل، حتى قالوا الأطباء إن من بلغ 40 لابد يستعمل المسيل. لماذا؟ لقلة الحركة. هالنعمة هذه، هالجسد اللي أعطاك الله إياه، ارحمه، ارفق به، استعملوا في طاعة الله ما دام بالإمكان، ما دام النفس يتردد والقلب ينبض. استعملوا في طاعة الله، في أداء الفرائض، في تكميلها بالنوافل اللي من جنسها مستحبة، في الاستزادة من الخير، في طلب المعاش، في الإعانة على للناس على الخير، برأيك، بعضلاتك، بجسمك، بحملك، بمالك، بكذا، بتعليمك العلم، بمساعدتك للضعيف، بكذا، بهدايتك الطريق. استعمله في طاعة الله، احتسب، تستفيد منه، عارية لك. هذا عارية ما تنتفع منه، والله ما تنتفع منه بعد ما توضع في القبر، ما تنتفع منه إلا بما كان قبل الموت. استعمله في طاعة الله، اشكر الله عليه على نعمتك به، صحتك وعافيتك. لا تحمل الجسم ما لا يطيق، لا تثقل عليه. بعض الناس يأكل ويستلقي ويترك الصلاة، هذا شكر النعم ولا كفر؟ وين الناس؟ وين العقل؟ يا أخوان، أنا شاركت في لجان في نبش قبور للتأكد من أنها قبور والأرض مقبرة أو لا. والله إن أثر الإنسان فيه عبارة عن خط بودرة أبيض بس،
سيخلقه الله، سيعيد هالرفات لو تفرق في المعمورة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سيجمعه الله من الجو. ولا يهمونكم اللي يقولون يبون يعيشون بالكواكب وكذا، ترى الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أشرف الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم السلام رفع إلى السماء، سينزل من السماء قبل أن تقوم الساعة، سيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته، سيتزوج ويولد له، سيدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم معه مع صاحبه، ينزل من السماء منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. نعود للجسم هذا لا تحمله ما لا يطيق. ارحمه، الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء، من في السماء. استعملوا في طاعة الله، اشكر نعمة الله عليك به. وإذا بدأ يضعف لا تلوم الجسم، لا تلوم نفسك، لا تلوم الناس. هذه سنة الله في الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء والعلم قدير. ليش جعل الضعف؟ يذكرك أنك ما أنتم في دار إقامة، أنت في دار ممر للمقر للآخرة. استمتع واستنفع من دار ممرك لمقرك بطاعة ربك، واستعمل نعمة استعد بها على طاعة الله ونفع الخلق هكذا. فلذلك انتبه، لا تشكو الله على الناس، احذر